تلميذ يتأخر بدقيقة يحاوزوه ويقولوا له ولي العام الجاي عادي. وانا سمعت مديرة تاع مدرسة قالت لهم واش فيها طفلة 17 سنة 18 سنة 19 سنة تولي العام الجاي ما فيها والو. وهذيك الطفلة تأخرت بدقيقة، تأخرت بدقيقة واقفة قدام الباب. يعني مواضيع الامتحان ما زال ما وزعوهاش على الطلبة، يحاوزوهم ويقولوا ولي العام الجاي، يعني سنة بالنسبة إليكم والو. أنا نتحداكم انتم المسؤولين، وإلا ما تتأخروش كي تجوا للخدمة تاعكم، نتحداكم وإلا قاع تجوا في الوقت، ونتحداكم وإلا تعرفوا الوقت، ونتحداكم وإلا قاع تجوا تخدموا خدمتكم في الوقت وما تتأخروش. وإحنا نعرفوكم شعال من المسؤول يقول لك اللقاء مع الصحافة على 10 يجيهم على 3 تاع العشية، ونهار تلميذ مسكين عام كامل هو يوجد، وحياته كاع هو يوجد، وباباه يوجد معاه، ويماه توجد معاه، وجداه توجد معاه، وخاوته يوجدوا معاه، ورايح للامتحان وما وصلش للامتحان. كاين اللي ما وصلوش بسبب اشغال الطرقات، كاين اللي ما وصلوش بسبب زيارة بعض المسؤولين للولايات، كاين اللي ما وصلوش بسبب من الاسباب. يعني دقيقة واقف قدام المدرسة تحاوزوا وتقول له ولي العام الجاي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف راكم تغرسوا البغض في قلوب التلاميذ؟ يا هضروا غير الغش. تقول هما ملائكة نزلوا من السماء مع الكبش تاع سيدنا ابراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول زوجتي